لو ناوي تشتري كاميرا جديده سوني الفتره الجايه يبقى لازم تتفرج على الفيديو. في البدايه مهم انك تفرق ما بين نوعين من الكاميرات، الاوفيشال والجراي. الكاميرا الاوفيشال وهي اللي نزلت من شركه سوني على الموزع الرسمي ليها في مصر ادفانسد ميد، وتم بيعها من المتاجر المعتمده منه. طيب في حاله انك لو اشتريت الكاميرا دي فانت بتاخد معاها ضمان لمده سنتين ضد عيوب الصناعه. لو الكاميرا حصل فيها اي مشكله او عطل خلال فتره الضمان بيتم صيانتها بشكل كامل مجانا. اما الجراي فهي كاميرا برضه من شركه سوني ولكن تم بيعها ووصولها مصر بشكل مختلف، سواء عن طريق حد مسافر مثلا جابها معاه او اشتريتها من محل غير رسمي هنا في مصر. وهنا لازم تخلي بالك شويه لان الكاميرا الجراي لو حصل فيها اي عطل انت هتتحمل كل التكلفه بتاعت الصيانه على حسابك. لو انت كنت شاريها موفر 1000 او 2000 فانت هتدفع فلوس زياده فوق الفلوس دي عشان تصلح الكاميرا، حتى لو البوكس اللي جاي مع الكاميرا الجراي مكتوب عليه ان هو ضمان سنه. الضمان ده غير ساري في مصر. وخلي بالك الضمان بتاع الكاميرا الاوفيشال مش بس ضمان ان الكاميرا تفضل شغاله وخلاص، ولكن ضمان على المحتويات بتاعت البوكس اللي جاي مع الكاميرا. انا ايه اللي ضمني ان الكاميرا دي لو انا هجيبها جراي ماركت، ايه اللي ضمني ان المحتويات اللي في البوكس دي كلها هي الاوريجينال؟ ما تفتحش البوكس تبدل البطاريه، شاحن، كابل. في الحاله دي الضمان بيضمن لك حقك وبيطمنك انك معاك معدات كلها اوريجينال وشغاله بشكل كويس. طب لو انت بالفعل معاك معدات سوني او سيجما جراي وحصل فيهم اي مشكله تعمل ايه؟ في الحاله دي ادفانسد ميديا مش هيسيبوك كوكيل لسوني وسيجما ودي جي اي، هيقدروا يقدموا لك خدمه صيانه كامله. تقدر تروح في اي وقت تعمل تشيك على المعدات بتاعتك في الفرع عندهم وفريق متخصص هو اللي هيقوم بالمهمه وبس هتحمل تكلفه الصيانه. وفي النهايه لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه في الكومنتس تحت او تبعت لهم مسج هيرد عليك بكل التفاصيل.